السلام عليكم. اليوم غادي نصايبوا هاد الكيكه اللي زوينه بزاف وغير بيضه وحده وجوج معالق ديال الزيت. غادي نحتاجوا بيضه وحده، غادي نطربوا مزيان حتى يولي بحال هكا، حتى تطلع البيضه تولي بحال راه دايرين اكثر من بيضه. وغادي نزيدوا نص كاس ديال السكر سنيده وغادي نقسموهم على جوج. غادي نديروا الدفعه الاولى ونطربوا ونديروا الدفعه الثانيه عاوتاني. هنا انا نسيت السكر فاني، حتى من بعد عاد ضفتو نتوما ضيفوه مع السكر سنيده. موراها غادي نزيدو الزيت بجوج ديال المعالق كبار وغادي نطربوهم مزيان تيتجانسوا مزيان. موراها غادي نزيدو كاس ديال الحليب، ولكن هنا ما نطربوش مزيان. انا راه خليت هنايا الفيديو ما قطعته ما جربته حتى شي حاجه باش تعرفوا شحال ضربت، وما درتش سرعه عاليه. في الاول كنت دايره سرعه عاليه في البيض وفي السكر وحتى في الزيت، ولكن هنا ما درتش سرعه عاليه وطربت غير هادشي اللي طربت في الفيديو باش ما يهبطش لينا البيض. موراها غادي نزيدو الدقيق هنا انا راه مغربلاه و... وهنا خدات لي جوج ديال الكيسان، ولكن هي تقدر تكون الدقيق ديالكم مختلف، فديروا كاس ونص. انا راه انا درت كاس ونص وعاد كملت نص كاس. وشوفوا تقدروا تكونوا فايتيني هكا غير بمعلقه ولا ناقصين عليا بمعلقه، اما هو المضبوطه جوج كيسان. انا ديما كندير جوج كيسان، واخا كنبدل الدقيق كيبقاو لي جوج كيسان. وكنديروا ساشي ديال الفاني، ساشي عفوا ديال الخماره. غادي نطربوا ولكن ماشي مزيان، هي بشويه. وهنايا الا لاحظتوا راهي كنطرب بلا ما مخدمه الباتر. عاد نخدموا واحد شويه باش ما يبقاش لنا الحبيبات وصافي. ما نطربوش بزاف باش ما يتحولش لنا العجينه. وفي هذا الاثناء نكونوا دايرين الفران كيسخن، هوا يكون القوام ديالها بحال هكا. نديرو شويه ديال الزيت. انا ما كنديرش نهائيا الدقيق لا مع الزيت لا مع الزبده، اصلا ما كنديرش حتى الزبده، كندير غير الزيت. كتخرج الكيكه محمره. وما عمر نهائيا من نهار بديت كنصايب الكيكه ما شي واحد خلى لي الطراف ديال الكيكه، لانه انا كنت كنلاحظها انه ما كيعجبنيش ناكل هذاك الجناب ديال الكيكه حيت كيكونوا قاصحين والطحين هو اللي كيقصحهم. فهنا الناس كيديروها باش على وديت باش ما يتقلاش، باش يتقلى عليهم الكيكه. اما الزيت كيخلي اي كيكه تقلع، سواء في هذا المول بحال هكا اللي بحال هكا ولا المول العادي. انا اصلا الكيكه كتطلع ليا بالزيت هي في المول العادي. هاد المولات راه هي هذا اللي كيصدق ليا فيه، فكنديرو غير الزيت. في هاد الاثناء غادي نصايبوا الكريمه. غادي نحتاجوا كاس وربع ديال الحليب اولا كاس ونص. كاس وربع غادي يجي لك مع هاد المقادير: كاس وربع ديال الحليب مع معلقه ونص ديال الدقيق، ساشي ديال الكاكاو اولا معلقه ديال الكاكاو، وساشي ديال الفاني. كتخلي النكهه ديال الكاكاو زوين، واخا هذا ديال الساشي راه المذاق ديالو زوين. ومعلقه ديال السكر، بطبيعه الحال السكر على حسب الذوق. كنخلطو مزيان وكنديروه يغلى. فاش كيبدا يعقد بحال هكا كنطفيو عليه وكنزيدو معلقه صغيره ديال الزبده بحال هكا. انا هنايا درت غير مارغرين، تقدروا ديروا اي زبده عندكم. ملي نخرجوا الكيكه، وهذه خطوه اختياريه، هي كتجي هشيشه ما تزاد لها حتى شي حاجه. بالنسبه للطياب ديالها انا كتاخذ ليا تقريبا ما بين 7 دقائق 300 دقيقه، وتقدر تاخذ لك تقل الا كان الفران ديالك مجهد، لان راه دغيا كطيب. موراها كنزيدو نديرو الكريمه عليها وهكا كنسطحوها وكنبسطوها فيها. انا راه تخسرات ليا شويه ولكن راه قديتها. تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتو برغم البساطه ديالها في المقادير حتى في الطريقه، ولكن المذاق راه كيجي زوين، خصوصا ملي كنخرجوها من الثلاجه كتجي الكريمه ديالها شاده في راسها وفي نفس الوقت كريميه. نتمنى تجربوها. شكرا بزاف على حسن المتابعه.